النهاردة الفن الشعبي بيودع واحد من أنقى وأقرب الأصوات لقلوبنا. النهاردة بنقول وداعاً للمطرب الشعبي أحمد عامر، الراجل اللي غنى من الشارع للشارع، اللي صوته كان فرحة في الأفراح وعشرة في الجهاوي، اللي خفة دمه كانت دايماً سابقاه، واللي حضوره كان بيشيل الهم من على القلوب. الخبر نزل علينا زي الصدمة، وفاة مفاجأة من غير مقدمات، والقلب مش قادر يستوعب إن أحمد خلاص مش معانا. مين يصدق إن صاحب الأغاني اللي كنا بنرقص عليها واللي بنضحك من خفة دمه يختفي فجأة كده، من غير ما نودعه، من غير ما نقول له شكراً على كل لحظة حلوة، على كل صوت دخل بيوتنا بدون استئذان. النهاردة كتير من الفنانين بيكتبوا في الحزن وبيقولوا نفس الجملة: أحمد كان أخ وصاحب وكان عنده قلب طيب كبير. رحل أحمد عامر، لكن أغانيه هتفضل عايشة، صوته هيفضل بيطبطب على قلوب ناس كتير، والضحكة اللي كان بيديها في كل كلمة غناها عمرها ما هتتنسى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويسكنوا فسيح جناته، ويصبر كل اللي بيحبوه وكل اللي فقدوه فجأة. لو بتحب أحمد عامر ولو صوته كان له معاك ذكريات، ادعي له من قلبك، وسيب لنا تعليق فيه دعاء بالرحمة ليه، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك علشان نفضل دايماً نوصل صوت الناس اللي تستحق نفضل فاكرينها.